بيكم في فيديو جديد من تركات فوتوشوب. في بعض الزمان كده بنشوف خط، يعني شكل بيكون مكتوب الخط بيه كأنه بالبلدي كده مفروش على الأرضية، أو يعني محطوط كده على الأرض. طيب، عندك أمثلة زي دول مثلا؟ تاخد هنا بالك الخط تحسه يعني مايل كده الأرض بالظبط، زي الخط زي ده، زي مثلا ديزاين زي ده برضو. شايف الخط مكتوب ازاي؟ برضو هنا في الرقم 1900. فأنا في الفيديو ده جاي أشرح لك ازاي الحاجات دي ممكن تتعمل. طيب، بمنتهى البساطة انت محتاج تدور في فري بيك على طريق، بس حاول تاخد لك وقت كده حبة لغاية ما تلاقي شكل مناسب، يعني ما يكونش معوج، يعني يكون بالظبط كده زي ما انا هشرح لك. يعني ممكن دي برضو كويسة جدا، ممكن تشتغل عليها. انا دورت لحد ما لقيت صورة زي دي، اوريك بتعمل الحوار ده ازاي. ممكن تعمل بطريقتين، انا هشرح لك الطريقتين. في الاول هشرح لك الطريقة الكروكي اللي هي يعني ممكن يعني تأدي الغرض، واشرح لك بعد كده الطريقة الأصح والأدق. طيب، أول حاجة أنا جاي هكتب هنا الكلمة بتاعتي اللي هي رود، طريق، بسيطة. ماشي، كتبنا الكلمة. أول طريقة بتكون حاجة عن طريق حاجة اسمها برسبكتيف، اللي هي الأبعاد، يعني بتلعب في البعد بتاع الصورة. بس لما تيجي تدوس كليك يمين عليها وتعمل برسبكتيف مش هتلاقيها معمولة. ليه؟ لأن محتاجة تكون سمارت أوبجكت، مش محتاجة تكون تكست. أعمل كده أهو، كونفيرت سمارت أوبجكت، أمسك كنترول تي، دوس كليك يمين، تلاقي برسبكتيف موجودة. بص تعمل كده، بس خد بالك إن أنت لو إيدك فلتت راحت في حتة غلط مثلا كده ولا كده بتبوظ، فأنت حاول إيه يعني تظبطها شويتين تلاتة. لو عايز تكبرها بقى كلها تدوس الت وتعمل من الحواف. استنى اقول لك انا، دوس الت، تسحب كمان الحواف. اتعمل. ممكن نقلب بس شويه كده بس تحس ان هي ايه، محطوطه واتعملت، يعني فاهم تمشي الغرض، يعني عادي. بس مش افضل حاجه، مش دي الطريقه الاصح ان تعمل حاجه زي دي. طيب، ايه الصح؟ تعال اقول لك ايه الصح. دوس كنترول زد، هرجع الاول خالص لما كانت الصوره سمارت اوبجكت، التكست بتاعي. هدوس كنترول لحد ما دي شكلها يتحول يبقى زي ايه، في مربع كده متقطع، او يعني تدوس عليه، عمل سيلكشن للحواف بتاعتك. دوس كنترول سي بس، واخفيها، ودوس كنترول دي عشان يعمل دي سيلكت للحاجات دي. دوس على اللير بتاعت الصورة، هات من قائمة فلتر الفانشنج بوينت. دي بقى اكنك فاهم هندسة معماري والحاجات دي، هنرسم خط كده. طيب انا اوريدي كنت بتست قبل ما ابدا الفيديو على حاجة زي دي، يعني كان معمول كده برضو. طيب، الموضوع كله هو إن انت بترسم نقط. يعني مثلا لو جيت مثلا ارسم برضو نقط كده جوه، بص كاني برسم كده مثلا، فاهم، 4 نقط عشان يعملوا لي الجريد دي. بس انا هنا راسم جريد اكبر، نفس اللي انا عملته رسمته على جريد اوسع بس شويه. دوس كنترول في، تاخد بالك ان التكست هو لونه كده كده لونه ابيض، متخافش هو موجود بس قدامك، بس هو لونه ابيض. هحاول ادوس كنترول تي واصغره، وانت دايس على شيفت، ما تسيبش الشيفت. لو سبت الشيفت بص هتعمل ازاي الخط، هيتبهدل خالص. خليك دايس على شيفت وصغره شويتين تلاتة، واسحبه، دخله جوه هنا. بص المنظر عامل ازاي. بس برضو شيفت، ونحاول نظبط الاعداد ده كده عشان ايه، يبقى معانا اكتر. بس مثلا ندوس اوكي مثلا، بقت موجوده على الارض. بس انا دلوقتي مثلا عايز اقلل بس الخط سيكه، مش بقى موجوده كده. كل اللي عليك تعمله انت مثلا تدوس كنترول زد. خلي بالك انا هتعمله ده بجد، يعني ارجع تاني، انا ما عملتش حاجه اهو. دوس كنترول زد، هاخد كوبي للصوره دي. انا خدت كوبي للصوره من غير التكست. دوس كنترول شيفت زد عشان يرجعني، يقدمني الخطوه اللي انا خدتها. دوس كنترول في من الايمج دي اللي فيها، او حتى لو انت معاك السورس دي بره، يعني معاك الصوره دي في حته على الجهاز، ممكن تدخلها تاني وتقلل بس شويه. وبس يا معلم، اتعملت الصوره، بقت موجوده اكنها فعلا موقعيا مكتوبه على الطريق. عندك بقى كذا حاجه تانية ممكن تجربها. ممكن تجرب تكست تاني، ممكن تجرب طريقه تانية، ممكن تحاول تظبطه بشكل اظبط بقى. انت وحسب ذوقك، عايز تكبره اكتر، عايز تخليه اعرض، عايز تخليه اقصر، اللي انت عايز تعمله
قدرت تتعامل. كل حاجه اتعملت في الفانشنج بوينت. فانت كده بقى عندك طريقتين: طريقه البرسبكتيف لما تعمل سمارت اوبجكت للتكست اللي هو ده، وطريقه الفانشنج بوينت. انا كنفسي بقى طبعا برشح لك الفانشنج بوينت انها ادق واحسن وبتكون واقعيه اكتر بكتير. وانت اكيد لو ترجع الفيديو تشوف الفرق بين دي ودي هتلاقي برضو فرق كبير جدا. بس كده، ده كان فيديو كده برضو بسيط كده خالص عن تريكايه جديده في الفوتوشوب. اتمنى يكون عجبك. ما تنساش اهم حاجه تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابع الفيديو لو حد من صحابك لو مهتم بالمجال ده. واتمنى لو عجبك الفيديو تسيب رايك تحت في الكومنتات، ان انا فعلا بت يعني بتشجع بتعليقاته جدا، وبتجيب دي بتكون اهم حافز ليا. اشوفك الفيديو اللي جاي. مع السلامه.